بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. أرحب باسمكم بضيفي الدائم سماحة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا سعادتك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالمشاهدين. وسهلا، حياك الله. نذكر مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان أننا في صدد استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة سلام الإعلامية. طيب، استكمالا للحلقة الماضية شيخنا الفاضل، تحدثنا عن أهمية الشباب ومكانتهم في الإسلام، وذكرنا أن من أهم الحلول للحفاظ على الشاب هي الزواج في نهاية الحلقة الماضية. لو سألنا عفوا بشكل أعمق، ما الدافع الذي قد يدفع الشاب للزواج في ظل وجود وسائل أكثر سهولة وميسرة الحصول؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا دعني أقول بأن الإنسان كائن مكرم خلقه الله سبحانه وتعالى مميزا على بقية الحيوانات، خاصة الحيوانات التي تعيش على وجه هذه البسيطة. فهو قد يلتقي معها في البدن، وقد يلتقي معها في الغرائز، وقد يلتقي معها كذلك في المأكل والمشرب، يأكلون كما تأكل الأنعام كما قال القرآن، ولكن يفترق عنها في البعد الإنساني، وهو البعد الروحي وبعد التكليف اللي هو البعد العقلي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فبني آدم كرمه الله تبارك وتعالى وخلقه في أحسن تقويم، وبالتالي تأتي قضية التزاوج أو الزواج من هذا التكريم. فالحيوانات بشكل عام تأتي إلى هذا الجانب، قضية العلاقات الجنسية تأتي إليها غرائزيا، تراعي فقط البعد الغرائزي، ولا تراعي أي نمط من أنماط ما يحول هذه الغريزة إلى بعد آخر، بعد التقنين، بعد التشريع، بعد الترتيب القانوني، الترتيب التشريعي. فعلى كل الإسلام يخرج بالإنسان من دائرة الغرائز الحيوانية إلى دائرة العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية أرقى بكثير من العلاقات الحيوانية، فليست القضية أن يلتقي ذكر وأنثى ويقضي كل واحد وطره وحاجته ثم يقول خلاص أنا قضيت حاجتي. هنا ستلاحظ بأنه ينحدر الإنسان بإنسانيته إلى دائرة الحيوانية، وهذا ما عاب القرآن، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لما ينحدر الإنسان إلى دائرة البهيمية ودائرة الحيوانية وتغيب عنده خاصيته الخاصة هو كإنسان، أنه مكرم وأنه عند الله سبحانه وتعالى كائن مكلف، هنا أولا لا بد أن ننبه إلى هذا الجانب. فالدوافع الحقيقية لها أن هذا الإنسان يحقق بالزواج إنسانيته، فهو ليس حيوانا، هو إنسان، وبالتالي لما يقدم على الزواج بترتيب معين بك. النقطة الثانية أيضا يقدم على الزواج مراعي مع إنسانيته كذلك كونه كائن اجتماعي، ونحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإنسان كائن اجتماعي يأنس ويألف ويؤلف، وهو كائن مدني بالطبع، والمدنية تعني أنه يحب حالة الاجتماع. فالتزاوج يشبع فيه أيضا هذه الغريزة، غريزة الخروج من دائرة الإنسانية المفردة إلى دائرة الحالة الجماعية. النقطة الثالثة في إطار بعد الإنسانية أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وسائر المخلوقات، الخلق جميعا يتصفون بالزوجية. الله وحده صاحب الوحدانية الكاملة، فالله عز وجل هو الواحد، هو الأحد، هو الفرد الصمد الذي لم يكن له
كفوا أحد. لكن بالنسبة للإنسان لا بد له من زوج، وهكذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. فكأنما لا يكتمل الإنسان إلا بزوجه، ما دام في زوج فالوجه الآخر لهذا الإنسان هي الأنثى، للمرأة للرجل هي الأنثى وللأنثى الذكر، فهما يكملان بعضهما البعض. فهذا جاء. النقطة الرابعة وهذه تأتي بشكل طبيعي أيضا، بعد الغرائز حاضر في الإنسان، بأن الله تبارك وتعالى ركب في هذا الإنسان غريزة الأكل والشرب والجنس، كما أنه يحب أن يأكل يحب أن يشرب، كذلك هذا الإنسان أيضا يحب كذلك أن يشبع غريزته فيما يتعلق بالجانب العلاقات الجنسية. كما أن الشريعة نظمت ما هي المأكولات ونظمت ما هي المشروبات وحددت موانع هنا وحددت موانع هناك، كذلك حددت أيضا نلاحظ حددت طريقة لموضوع العلاقات الجنسية، وذلك من خلال عقد الزواج، وهو عقد شرعي يتم به التقاء المرأة مع الرجل. هنالك أيضا دافع مهم جدا في موضوع الزواج ولا بد أن يلتفت إليه الإنسان، وهو بعد أيضا بعد إنساني كبير جدا، وهو ما يتعلق ببقاء الجنس البشري. فلو أن الناس استغنوا عن قضية الزواج الشرعي واكتفوا بعلاقات محرمة وتجنبوا في هذه العلاقات بطبيعة الحال الأبناء، لأنه هو لا يريد أن يكون مسؤولا أصلا، لا يريد مسؤولية، لبنى أسرة، فهو يريد أن يقضي شهوته ويقضي وطره، ولكنه دون أن يكون هنالك مسؤولية. وبالتالي كأنما نوجه الناس إلى أن والله النسل البشري يحصل فيه تناقص، وكما نلاحظ ذلك في عدد من البلدان، يعني نتيجة أعوذ بالله يعني الغرائز المنفتحة وما يعرف بالجنس المنفتح، وصلت الناس الآن في بعض البلدان إلى ما يعرف بتعطل الجنس. في بعض البلدان الآن مثل اليابان مثلا بدأت مثلا تشجع الناس وتغريهم لعلاقات جنسية، لأنهم من الحالة التي وصلوا إليها بالانشغال وبالعمل تحولوا إلى آلات، فصار الواحد منهم ما يلتفت أصلا، لا المرأة تلتفت إلى الرجل ولا الرجل يلتفت إلى المرأة. هذه إشكالية كبيرة جدا في إطار بعد البشري والإنساني، وهو قضية النسل وبقاء هذا النسل واستمراره، لأن الله تبارك وتعالى هكذا أراد لنا. أيضا هنالك نقطة ربما أختم بها هذا الجانب، وهي حقيقة كثيرة الدوافع، لكن نقطة حب الخلود والبقاء. الإنسان فطره الله تبارك وتعالى أن يكون مستمرا، ذكره مستمر، اسمه مستمر، اسمه مرفوع، فلا يريد الإنسان مثلا بعد موته أن يقال فلان مات وانتهى وانقضى الأمر، لا، يريد أن تتصل هذه السلالة، فيريد ما أن يكون له ولد يحمل اسمه فيظل مذكورا بعد موته ل100 سنة. لماذا؟ ما دام ابنه موجود سيظل مذكور، أحفاده، أبناؤه، أبناؤه. ستلاحظ أن هذا الموضوع أيضا سبحان الله في النفس البشرية أيضا موجود، بالتالي الزواج يحقق كل هذه القيم بالنسبة للإنسان. طيب على بعد ديني دائما ما يذكر أن الزواج قد يعصم الإنسان من الفتن أو يبعده عنها. كيف ممكن يكون هذا؟ أنا كشاب مثلا أعيش في نفس المجتمع اللي سأعيش فيه قبل الزواج وبعد الزواج، ماذا سيضيف لي الزواج؟ كيف ممكن أنه يعصم؟ هو على كل الزواج بالنسبة الشخص الذي ينظر إليه ببعده الذي تكلمنا عنه، ويضاف إليه البعد الشرعي، وهو أنه يريد أن يقدم على العلاقات الزوجية بشريعة الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى حدد طريقة معينة للالتقاء بين الرجل والمرأة وبناء الأسرة وديمومة هذه الحالة الأسرية ضمن منظومة يسمى في القرآن الكريم منظومة الميثاق. يعني هنالك ميثاق الله تبارك وتعالى لهذه الأسرة، الرجل والمرأة يلتقيان على وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق تظل تستمر به على كل مسألة الأسرة. فالذي يريد أن يقدم على الزواج بهذا الاعتبار ستجد الحياة عنده تختلف تماما في معناها. فالحياة عنده عندما يلتقي مع المرأة ليست حياة غرائزية فقط، يعني علاقته معها في لحظة السرير وانتهى الموضوع، لا، سيلاحظ بأنه والله هذه العلاقة ينظر إليها بأنها علاقة قائمة على مسؤولية، قائمة على مودة، قائمة على رحمة، قائمة كذلك على استمرار النسل واستمرار الديمومة والبقاء لهذا الإنسان، بل أبعد من ذلك سينظر الإنسان إلى الزواج بأنها رحلة إلى الدار الآخرة مع هذا الشريك. يعني هذا طبعا بعد كبير جدا، وهو كيف أن الإنسان ينظر إلى هذا الزواج علاقات دنيوية، وفي نفس الوقت أيضا تعينه هذه الزوجة على طاعة الله في رحلة يسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى مع زوجته، ثم تأتي إلى الآخرة. وهناك طبعا في منظومة أخرى في قضية الآخرة، وكيف أن هؤلاء قد تحملك الزوجة إلى رفعة وقد تحملها أنت أيضا إلى رفعة. الذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم بإيمان،
ألحقنا بهم ذرية. فهذا البعد الأخروي أيضا يجب أن يكون حاضر في الإنسان. لكن هنا سنلاحظ بأن الشخص يقول والله أنا في نفس المجتمع ماذا تغير؟ نحن نقول له تغيرت قضية المسؤولية، تحولت من شخص غير مسؤول إلى شخص مسؤول، وهذه نفسها فيها نوع من الاتزان وفيها نوع من الرجولة، وفيها على كلنا الشخص يخرج من دائرة اللامبالاة إلى دائرة أن يكون مسؤولا، يخرج من دائرة العلاقات المحرمة والعياذ بالله إن كان من الذين يتعاطون هذه الأمور بشكل غير صحيح إلى دائرة العلاقات الشرعية التي تمارس بالحلال فيكون مأجورا عليها، وهذه برضو نقلة. أيضا سينتقل من دائرة الشخص الذي يطلق عليه بأنه شخص عزابي إلى شخص أيضا صاحب أسرة. فعلى كل في الإطار أيضا الشرعي ستلاحظ بأن هنالك جملة من القضايا تحول هذا الإنسان في علاقته مع الآخر، هذا الإنسان في علاقة ذكر أو أنثى في علاقته مع الآخر علاقة مختلفة لأنها قائمة على الحدود الشرعية وعلى الأحكام الشرعية. يعني نجد أن الزواج ليس مجرد بعد ديني أو حاجة للشباب، هو بعد اجتماعي وإنساني، بعد اجتماعي، بعد شرعي، بعد نفسي، بل ربما تدخل فيها أبعاد أيضا اقتصادية، وهذه لاحظناها مثلا نحن في إريتريا مثلا. كثيرا ما تلاحظ بأنه والله تبدأ عملية تكوين الأسرة في الناحية الاقتصادية مع الزواج. يعني يتأسس الحالة الاقتصادية خصوصا في القرى الإريترية. ستلاحظ بأن الرجل أصحابه وأهله وكذا يهدونه هدايا، والمرأة كذلك عندها من العطايا والهدايا تأتيها من طرف أهلها. نحن بالتقرير نسميها المطلو، أي ما يتلو المرأة ويصحبها في لحظة زواجها. فما أتى من جانبها وما أتى من جانب الرجل تبدأ هنا ما يمكن أن نسميه صندوق الأسرة، فتتشكل حالة ما شاء الله من البنية الاقتصادية لتحول هذين الشخصين اللي كانوا قبل الزواج احتمال ما يملك منهم الواحد شيء يتحولوا مع الزواج إلى تطور أيضا اقتصادي وبالتالي يسهم في البنية الاقتصادية بشكل مشترك. طيب دعني أسأل بشكل أساسي، ما هي أركان الزواج التي من خلالها يكون الزواج صحيحا؟ على كل موضوع الزواج يعني أحيانا تتداخل فيه الشروط مع الأركان، لكن دعني أقول هنالك 3 أركان أساسية لا يمكن للزواج أن يتم بدونها. الركن الأول وجود الزوجين، يكون الزوجين ليسوا حالة وهمية أو حالة خيالية أو حالة مفترضة، هو وجود حقيقي أن هنالك امرأة وهنالك رجل أو زوج وزوج، يعني هي زوجين، وجود الزوجين. نعم. ووجود الزوجين في إطار خلو من موانع، في موانع معينة إذا توفرت في هذين لا تصلح طبعا أن ندخلها في يعني تهدم الركن تماما. مثلا رجل وأخته، هذا في مانع من موانع الزواج، وهو كونها أخت رجل وأمه، المحرمية بشكل عام، كل المحارم، العمات والخالات والأمومة والجدات والأخوات، هذول كلهم يعتبروا داخل دائرة المحارم. ونساء الآباء، يعني وما نكح آباؤكم، هذا كله يعتبر وأخواتكم من الرضاعة. فعلى كل المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة هذا يستبعد من عملية الزواج، وبالتالي يكون خارج هذه الدائرة. وأن لا يكون أيضا على امرأة عليها المحصنات من النساء، يعني امرأة أيضا معقود عليها. هذا كله يستبعد في إطار الموانع. فأول ركن من الأركان وجود زوجين حاصل عملية خلو من الموانع. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أو الركن الثاني في عملية الزواج عملية الإيجاب، وهو أن يقول ولي المرأة أو تقول المرأة زوجتك نفسي أو نكحتك نفسي أو وهبتك نفسي. هذا المصطلحات أو أي شكل يعبر عن أنه لكل هنالك يعني قبول من طرف الزوجة بموضوع الزواج، ثم القبول. هذا يسمى الأول طبعا يسمى إيجاب باعتبار مبادرة من الطرف المعطي، وقبول من الطرف بتاعة الزوج بأن يقول قبلت، أو يعني قبلت بهذا الزواج أو قبلت بهذا العقد. هذا الركنين الأساسيين، الإيجاب والقبول ووجود زوجين خاليين من الموانع. طبعا هذا وحده لا يكفي، يعني هذه أركان، يعني والأركان دائما تسمى ما كانت جزء من ماهية الشيء، يعني لا يسمى زواج أصلا إذا لم تكن في هذه الأركان. والركن دائما هو أقوى شيء في البنيان. الأركان الأربعة تعتبر من الأشياء التي يتأسس عليها البنيان. فإذا فقدت الأركان تلقائيا فقد الزواج. إذا ما كان في إيجاب، ما كان في قبول، ما كان في زوجين أصلا، هذا يعتبر ما في زواج أصلا. لكن تبقى هنالك بعد وجود هذه الأركان هنالك شروط أيضا تحقق لنا صحة هذا الزواج. جزء منها قد يكون متصل بموضوع الأركان، وهو مسألة الرضا من الطرفين، ألا يكون هنالك إكراه. هذا شرط مهم جدا، يعني لا الرجل مكره على الزواج ولا المرأة أيضا مكرهة
على الزواج، هذا شرط مهم جدا. داخلة في الإيجاب والقبول. داخل في الإيجاب والقبول، لكن هم أحيانا بعضهم يفردها في إطار الشروط لتكون حالة بارزة في الشروط، ويلزم من عدمه العدم. وما أهم الشروط في هذا؟ عندنا على كل شرط الآن موضوع شرط الرضا وشرط الولي، بمعنى أن البنت لا تتزوج إلا أن يكون لها ولي. وهذه على كل، وإن كانت بعض المذاهب يعني تساهلت فيها، لكن سبحان الله لما ننظر إلى الزواج كحالة اجتماعية، وننظر إليه كمؤسسة من مؤسسات بنية المجتمع، ونخرج من دائرة الفردانية التي تقوم عليها بعض المجتمعات، ونؤسس حالة من الأسرة ويلتقي فيها الطرفان على أساس اجتماعي وليس على أساس فردي، مسألة الولي لا بد منها. هذه البنت كانت جزء من أسرة وكانت تحظى برعاية، ولما نقول نحن الولي ليس حالة تسلط. للأسف الشديد بعض الذين تأثروا بالفكر الغربي طبعا لم يستوعبوا فلسفة بناء الأسرة في الإسلام، وبالتالي تصوروا هذا نمط من أنماط التسلط. لكن ستلاحظ على كل هذه، ربنا يسر لنا في قضايا الأسرة وفلسفة الأسرة وبنائها، ستلاحظ بأن هذه المرأة منذ طفولتها وحتى وضعها في قبرها هي محمية ومصونة ومكرمة، لا يمكن في لحظة من اللحظات أن تمر عليها حالة من المهانة وحالة من الاستهتار الإنساني. فهنا هذه الأسرة، هذه البنت نشأت في بيت عندها أب وعندها أم وعندها إخوان. من الناحية الشرعية عندنا مسؤولين بالإنفاق عليها حتى يسلموها الزوج، حتى تسلم للزوج. تسلمها الزوج وتظل موجودة مع زوجها، الولاية انتقلت إلى الزوج، لكن في حالة وقوع أي مشكلة سيتدخل من؟ سيتدخل الولي اللي هو أبوها أو أخوها. فعندما نقول والله هذا الولي لا معنى له، ولا ننظر إليه ولا نأخذ رأيه ولا نشترط حضوره، تصور ما الذي سيترتب على ذلك. أنت كأنما أخذت امرأة مقطوعة الوصل، ما عندها أي أصول، ومنبتة ولا أحد يتابعها، وبالتالي هي أيضا ستشعر مع هذا الزوج، وخصوصا لو كان زوج لا يخاف الله فيها، تتحول حياتها معه في حالة أي خروج عن الحياة الزوجية إلى اختلافات، ستلاحظ بأن هنالك مشكلة يقع فيها هذان الطرف. فعلى كل هنا ما أريد، الولي شرط مهم جدا. وبالتالي الأئمة الثلاثة عندما اشترطوا، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، عندما اشترطوا مسألة الولي وكون الزواج لا يصح إلا بها أول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زواج إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن هذا الجانب الاجتماعي هو المهم، يعني أنا أريد أن أنبه إلى هذا الجانب. يعني حصل خلاف، الخلاف يحل مع أهلها، مش كده؟ في سورة النساء: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن في حكمين، سنرجع إلى الأهل. طيب هؤلاء الأهل الذين تجاوزتهم في العقد وقلت لا يشترط رضاهم ولا يشترط قبولهم ولم تلتفت إليهم، كيف تريدهم بعد ذلك أن يحلوا معك مشكلة؟ فنحن على كلنا الزواج حالة اجتماعية يستصحب فيه رضا المرأة، وهذا يعني ركن أساسي أو من الشروط الأساسية، ويستصحب فيه رضا الولي وحضوره. هنالك تراتب في الولاية، الأب ثم يعني في تراتب، لكن الأب رقم واحد، وينتقل بعد ذلك إلى بقية الأولياء. إذا كان الأب غير موجود تأتي قضية الإخوة، وتأتي الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة الأب، وهكذا. على كل هذا شرط أساس. الشرط الثالث وهو شرط الشهود، فلا يكون زواجا بلا شهود. طبعا الإمام مالك يعني اشترط ما هو أكبر، لم يكتفي بشاهدين، بل قال لا بد الزواج أن يشهر. طبعا الإمام مالك هنا أنا أنظر إلى أنه نظر إلى البعد الاجتماعي أكثر من البعد القانوني. يعني فعلا كثير من تلاميذ مالك أو أتباع مالك بعد ذلك رأوا بأنه والله إذا حضر شاهدين حتى لو كتموا هذا الزواج فإنه يعتبر مشروعا. الإمام مالك قال والله هذين الشاهدين إذا كان كتموا هذا الزواج فالزواج باطل. عجيب. يعني كونك والله تمشي على الطريقة اللي يعملوا بعض الناس، إنه والله أجيب شاهدين وأجيب مأذون ثم أجيب الولي وأخلي الموضوع مكتوم. الإمام مالك يقول هذا الزواج زواج سر، يعتبر زواج. والزواج بتاعت السر عنده باطل. لماذا؟ لأنه يشترط الإشهار، والفرق يقول بين النكاح والسفاح والإعلان. هنا ستلاحظ الإمام مالك يراعي البعد الاجتماعي في إنه والله هذا الزواج الإعلان فيه يخرج الناس أول من دائرة الشبهات. هذه المرأة مثلا معروفة عند ناس غير متزوجة، بعد فترة يلقوا لها فمع رجل، طالع عليها رجل ونازل عليها وهي مش معروفة. فالإمام مالك يراعي على كل في هذا الجانب البعد الاجتماعي، وقضية الإشهار عنده مهمة. فعلى كل سواء أخذنا بالإشهار أو أخذنا بالشهود، لا بد من شروط الزواج أن يكون هنالك من يشهد عليه، يشهد عليه فرد، يشهد عليه فردين، ولكن الأفضل أن يكون
مشهورا. أيضا من الأشياء المهمة جدا في الشروط موضوع الصداق أو المهر، ما نسميه نحن بالمهر. هذا المهر على كل شرط من الشروط، ولكن يعني قد يكون مسمى وقد لا يكون مسمى. أحيانا بعض الناس مثلا الشافعية يرون أن الزواج يصح حتى لو لم يسمى فيه المهر، ولكن بعد ذلك يشترط فيه إيه؟ أن يسمى المهر. ما في إشكال، لكن يمكن يلحق في موضوع المهر على كل. الشافعية يخفف فيه، لكن هو واحد من الشروط. يعني لا يمكن للمرأة أيضا أن نقبل لها أن تتزوج بلا. فلاحظ أنت هذه القضايا كل ما المقصود منها. يعني ليش هذه الشروط المصعبة يعني في نظر الناس، إنه والله أركان وشروط وبعد ذاك عندنا واجبات وعندنا أشياء طبعا كثيرة جدا وصيغ معينة وحضور الناس وضرب الدفوف والإعلان في أشياء على كل مندوبات ومستحبات. كل ذلك في سبيل أن يشهر هذا الموضوع ويعرف بين الناس ويعرف بين الخلائق أن هنالك ارتباط شرعي بين زيد مع فلانة الفلانية. فعلى كل هذا التأسيس وهذه الحالة تحول أيضا الشخص إلى نوع من العلاقات زي ما ذكرت، علاقات إنسانية والابتعاد عن البعد الحيواني في أي البعد الاجتماعي فيها واسع. طيب نعم. هل توجد حالات المرأة ممكن لها أن تتزوج بدون ولي؟ على كل هذه يعني يمكن أن تتزوج في حالات معينة، حالات ضيقة. مثلا إذا كان في بعض البلدان، وهذه تحصل يعني كثيرا ما تحصل، يكون مثلا المرأة لسبب أو آخر افترقت عن أهلها، وحصل أن هي تعيش في بلد وأهلها يعيشون في بلد آخر، وربما تنشأ أحيانا بعض الخصومات على كل، فيصعب على المرأة. أو أحيانا مش خصومات، يكون هي عايشة في بلد حر وأهلها في بلاد دكتاتورية وأنظمة دكتاتورية، وهذه ملاحظينها الآن في بعض البلدان. يصعب على البنت أن تتصل بشنو؟ بأهلها. فعلى كل هنا طبعا في بعض يمكن أن نأخذ فيها إن شاء الله مذهب الأحناف فيما يتعلق إذا كان هنالك صعوبة في أن يباشروا الأولياء ولايتهم على المرأة، يمكن على كل بأي شكل من الأشكال يعطوها الإذن وهي تحاول إيه؟ أن تقوم بالزواج. الحالة الثانية أيضا يمكن للمرأة أن تتجاوز الولي في حالة أنه مارس عضل، والعضل هو أنه يعني الرجل مثلا يمارس نوع من التجاوز في الحق في ولايته على المرأة، على بنته مثلا، يحاول كل ما يتقدم إليها شخص يمتنع يمتنع يمتنع، وهي تصل قناعة إنه والله والدها يمارس عليها منعا من حق مشروع لأي سبب من الأسباب. للأسف الشديد بعضهم طبعا لأسباب مادية، إذا كانت البنت تصرف، إذا كان كذا، هو يطمع في راتبها، يطمع، أو كما والله يشعر إذا هذه البنت تزوجت وذهبت هو قد لا يجد من يخدمه، على كل يحرمها من حق في حياتها. هنا يمكن أيضا للمرأة أن تذهب إلى القضاء وتثبت بأن الوالد فعلا يمارس عليها نوع من العض، فتنتقل الولاية إلى غيره. وفي على كل مقننة هذه الأمور أيضا في التشريعات والقوانين في الحكومات، تنقل مثلا الولاية إلى شخص آخر غير الولي المباشر لهذه المرأة، وقد تنقل أحيانا إلى أخوالها. برضو بعض القوانين تتيح أن الأخوال إذا كان أهل الأب مارسوا عليها مثلا نوع من التسلط، يمكن أن تنقل إلى بعض أخوالها، فحسب على كل ما يتيسر كيف يمكن لهذه المرأة على كل أن تشهر هذا الموضوع ويعلن أمرها وترفع عن نفسها المظلمة، لكن قدر الإمكان تحرص على أن يكون زواجها بوليها وألا تبتعد عن ذلك، لأن هنالك إشكالات كثيرة جدا تنجم نتيجة الزواج من غير رضا الولي. طيب، ذكرتم قبل قليل قول ابن مالك في زواج السر. على النقيض في هذا توجد زواجات مثل الزواج العرفي أو زواج المسيار وما غيرها، هل مرتبطان بعض أو هل هي تعتبر من الزواج الحلال أم ما الحكم فيها؟ على رأي الجمهور، إذا توفر الولي وتوفر الشهود وكانت هنالك عملية المهر ورضا الطرفين، يعني توفرت الأركان الأساسية والشروط الأساسية، نستثني على كل شرط الإمام مالك الذي يشترط الإعلان ويشترط الإشهار، ونذهب إلى قول الجمهور في هذا الموضوع. قد يكون هو على كل أيسر، والعوامل قد تدفع أحيانا بعض الناس إلى هذا. فمثلا عندك الآن مما انتشر زواج المسيار، وهو من الزيجات التي تندفع إليها المرأة لسبب من الأسباب، والرجل أيضا قد يندفع إليها بسبب من الأسباب، ولكل طرف من هذين الطرفين حاجة معينة ملجئة، ولكن ليست بالشروط المتكاملة التي تستطيع مثلا، أو الحقوق المتكاملة للزوجين، فيتنازل الزوج عن بعض حقوقه وتتنازل كذلك الزوجة عن بعض حقوقها، ويتراضى الطرفان على نمط من أنماط الزواج يكون فيها الأركان متكاملة والشروط متكاملة، يعني الولي موجود والشهود موجود والمهر مدفوع، وما أسقطت على كل شيء من الشروط، وبالتالي هنا
يتحقق على كل زواج المسيار، وصححه على كل عدد من العلماء، وربما كثير من العلماء صححوا هذا الموضوع، مع أن بعض المشايخ أمثال الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان يمانع عموما في هذا الموضوع، ويرى بأنه يفتح على الناس أبواب من الشرور وأبواب من الإشكالات وكذا. يعني هو نظر إلى قضية سد الذرائع في هذا الموضوع، لكن الذين صححوه نظروا إلى الأركان والشروط فقالوا الأركان صحيحة وأيضا الحاجة إليه ماسة. فكثير من النساء ممن فاتها مثلا كما يقال يعني فاتها أو دخلت في العنوسة وامتد بها العمر ولم تتزوج، فهي بحاجة على كل إلى زوج وجدته يوم في الأسبوع، وجدته يومين في الأسبوع، ولو وجدته مرة في الشهر، فهي بحاجة إلى أن تلحق نفسها وتعيف أيضا نفسها وتحصن نفسها. وبالتالي هنا نقول إن شاء الله هذا النوع من الزواج أيضا لا بأس به. لكن النوع الآخر وهو كثيرا ما يخلط الناس بينه وبين زواج المسيار، وهو ما يعرف الآن الزواج العرفي. الزواج العرفي هنا عندنا نوعين مما يسمى بالزواج العرفي. في نوع اللي هو والله مكتمل الأركان وكل شيء، بس لكنه ليس مسجل في الوثائق الرسمية للدولة. نعم. يقول لك والله يا أخي نحن بس ورقة عادية، فهذا يطلق عليه عرفي، بمعنى والله على كتاب الله وسنة الرسول، ولم ينتقلوا إلى المستوى بتاعت التوثيق. هذا بعضهم يسميه زواج زواجا عرفيا، لكن ليس هذا هو المقصود عموما في الحديث الآن ونحن نتكلم عن الزواج العرفي. المقصود هو مثلا إنه بنت أو رجل وامرأة يلتقوا فيما بينهم، ويقول والله تقول له زوجتك نفسي فيقول قبلته، ويحصل زواج لا فيه شهود ولا فيه مهر ولا فيه تقريبا ولي لا يراعي على كل ما ذكرناه من شروط، غير أمرين اللي هو الركنين الأساسيين الإيجاب والقبول ووجودهم هم. وقد يكتب لها كتابا ورقة من الأوراق تظل تحتفظ بها مسكينة هذه الفتاة في جيبها، وتحسب نفسها بأن تزوجت زواجا هذا زنا وليس ليس زواج، هذا ليس زواج. لكن الأول اللي سميناه نحن بالمسيار هو على كل نوع من أنواع الزواج التي صحيح فيها بعض الخلاف، لكن الخلاف فيها أقل من النوع الثاني. النوع الثاني هذا عبارة عن زنا والعياذ بالله. صحيح. للحديث بقية مستمعينا المشاهدين الأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشاراً في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟
عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل. استكمالا لما بدأناه دكتور حسن، ذكرنا أن الزواج العرفي وزواج أو عفوا الزواج العرفي لا يكون فيه ولي، وزواج المسيار قد يكون فيه ولي لكن لا يشترط فيه الإشهار. يعني تتنازل المرأة عن بعض حقوقها كالمبيت وكذا. نعم. والنفقة، فتتساهل معه في النفقة وتتساهل معه في المبيت، ولكن الأركان الأساسية والشروط هنا دعني أفرق بين الشروط، شروط العقد والشروط في العقد. نعم. شروط العقد لا تنازل فيها، والشروط في العقد هي واجبة التنفيذ لكن قد تتنازل عنها المرأة. لاحظنا؟ يعني مثال على الشروط في العقد مثلا المرأة تقول والله في صيغة العقد تقول والله اشترطوا عليه 1 2 3 4، هي تشترط، هذه تسمى شروط في العقد. نعم. كأن تقول ألا يتزوج علي، وكأن تقول ألا ينقلني من بيت أبي، وكأن تقول ألا ينقلني من مدينتي، هذه كلها تسمى الشروط في العقد. هذه واجبة التنفيذ إذا قبل بها الزوج. لكن شروط العقد هو ما يتعلق بالولي وما يتعلق بالشهود وما يتعلق بالمهر، هذه تسمى شروط العقد فلا تتنازل عنها، لأن هذه حقوق لله تبارك وتعالى، يعني الله شرعها هكذا فلا يتنازل عنها. هل في نظر في قضية الشرط إذا اشترطت المرأة لا يتزوج عليها؟ على كل يعني موضوع الشروط، هنالك شروط تبطل أصل الزواج أو تخل بأصل الزواج، دعني أقول تخل بأصل الزواج فلا تقبل، ولكن هنالك شروط لا تخل بأصل الزواج، فأي شرط لا يخل بأصل الزواج ما في حرج. يعني كأن تقول والله لا يتزوج عليه، هذا متروك له هو، إما أن يقول والله خلاص لا أتزوج عليها ويفي بهذا الألم، فإذا كان لم يوفي لها بهذا الشرط من حقها أن تقول تفسخ العقد لا حرج، أو تقول والله خلاص أنا هذا الشرط أيضا وضعته في مرحلة من المراحل وأنت الحمد لله أخذنا منك السنوات التي يعني كتب الله لنا فيها الأولاد، فتتنازل عن هذا الشرط فالأمر يستمر، ما في إشكال. فيجوز التنازل عن الشروط في العقد ولكن لا يجوز التنازل عن شروط إيه؟ عن شروط العقد. طيب ذكرنا المسيار لا بأس فيه شرعا. نعم. والعرف يعتبر زنا صريح لعدم وجود الولي. نعم. وهو ركن من أركان الزواج. نعم. طيب قد زواج المسيار قد لا يخدم البعد الاجتماعي في هذا. هذه الإشكالية على كل الذين تحفظوا عليه من العلماء، يعني رأوا بأنه والله هو فيه شبهات، لكن أنا أقول قد يخدم بعد اجتماعي. كيف؟ يعني بعد العوانس الآن مثلا. نعم. قد يساعد في مساحة واسعة من النساء في أنها تستعف بعد أن فات عليها الزمن، قد تجد رجل على الأقل تعف معه نفسه. وأيضا الزوج قد يكون بحاجة، قد يكون زوجته مثلا لأي سبب من الأسباب، أعرف بعض الناس مثلا خلاص زوجاتهم مرضوا مرضا مثلا شديدا ولا يريد مثلا أن يشعرها بالزواج أو يسبب لها مثلا وضع نفسي أو وضع اجتماعي بالزواج، فيريد مثلا زواجا غير معروف لزوجته. لاحظت؟ نعم. فعلى كل أنا ذكرت بأن الموضوع المسيار لا يفهم فقط هو فقط لصالح المرأة، لا قد يكون أيضا لصالح الرجل. فجملة من العوامل الاجتماعية التي بطبيعة الحال تؤدي بنا إلى هذا النوع من الزيجات، ولكن في نهاية المطاف يعني الناس تقنن هذا الموضوع، يعني يمكن أيضا هذا الموضوع أن يقنن، ليس هنالك حرج، يعني هذا النوع من الزيجات يمكن أن يرتب ويمكن أن يقنن بطريقة من الطرق حتى لا يؤدي إلى مفاسد ولا يؤدي، لكن ما دام أهل البنت على الأقل عارفين الحاصل وفي نفس الوقت العقد أيضا مكتوب ومحفوظ عندها، تستطيع في أي لحظة من اللحظات، المهم فيه إذا كان والله رزق الذرية من هذا الزوج الذي كان يخفي عن أهله وعن زوجته. فهنا ما دام التوثيق موجود وهذا الزواج أهل الزوجة يعرفونه وموثق، فلا أجد في ذلك إن شاء الله إشكال، وقد يحل كما ذكرت لك مشكلة العوانس تحديدا في هذا الزمان. طيب عودا على بدء في موضوع حلقتنا الأساسي وهو الشباب في الدين الإسلامي الحنيف، قد يجد الشاب في عصرنا هذا حرية الاختيار وتوسع المدارك مما لا يجعله راغبا بالالتزام في شيء،
في قضية الزواج وفي قضية مثلا الالتزام بالطاعات أو بالنوافل أو بالواجبات عليه دينيا، ما توجيهكم في هذا؟ على كل أول يعني هنالك بعد مهم جدا في موضوع نظرة المسلم لنفسه، نظرته للكون ونظرته لنفسه ونظرته لمهمته في الحياة ونظرته للآخرة. هذه كلها إذا استصحبها الإنسان فإن مفهوم الحرية نفسه يتحول إلى مفهوم آخر يسميه القرآن الكريم مفهوم التعبد، ولكنه هنا تعبد ليس لأحد من الخلق بقدر ما هو تعبد لله تبارك وتعالى. فنحن عن طريق الاختيار الحر، والمشيئة الحرة يختار الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله، ويختار الإنسان اتباع رسول الله، ويختار الإنسان الالتزام بالإسلام وأحكامه. لذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله له عبارة جميلة جدا وهو يقول: ومقصود إنزال الشريعة، عن الشارع عندما أنزل الشريعة هو إخراج المكلف عن دائرة هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الآن نحن كلنا عبيد لله اضطرارا، بمعنى أنك شئت أم أبيت أنت عبد لله، فالله هو الذي يملك حياتك ويملك موتك ويملك رزقك ويملك بعثك ويملك نشورك، هو الله. يعني إذا نحن بمعنى من المعاني كلنا عبيد لله، حتى الملاحدة هم عبيد لله بهذا الاعتبار. لكن الله تبارك وتعالى في العبودية الاختيارية أو العبودية الشرعية هو أنك بمحض إرادتك الله عز وجل أعطاك جملة أعطاك الفطرة وأعطاك العقل وأعطاك كذلك الشريعة، ثم بين لك السبيلين، إما شاكرا وإما كفورا، وقال لك والله أنا بإرادتي الشرعية أريد لك أن تسلك هذا السبيل ففيه الجنة، وأريدك أن تجتنب هذا السبيل ففيه النار. ثم قال لك والله بعد كده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن من كفر صحيح فعليه كفره ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن ستكون مسؤول. يعني بمعنى مسؤول عن كفرك، وهذا الذي رضي بالحق واتبعه سيكون إن شاء الله أيضا يعني مسؤول، ولكن إلى خير. فهنا تتحول عندنا فكرة الحرية نفسها إلى معنى إيه؟ إلى معنى مختلف عما يتصوره كثير من الشباب. تتحول من حالة قيد إلى حالة كمال الحرية. لماذا؟ لأن الحرية عندنا مرتبطة بالإرادة والمشيئة، وهي سابقة الإرادة والمشيئة سابقة لهذا إيه؟ للأسف الشديد كثير من الفلاسفة هم يتناولون مفهوم الحرية، تجد سبحان الله يتناولونها في مظاهرها ولا يتناولونها في جذورها. فالحرية عندنا، وهنا طبعا معنى أعمق عند التصوف تحديدا، وهو أنهم ينظرون إلى المعنى الأعمق قضية الإرادة والمريد. فأنت بمحض إرادتك تختار ألف أو باء. إذا أنت اخترت الإسلام بمحض إرادتك، ما في حد أكرهك عليه، لا إكراه في الدين. والله سبحانه وتعالى لو كان يريد يكرهنا لكل الأمة دي جعلها إيه؟ لجعلها مسلمين، ما كان في إشكال، لكن الله ما أراد لنا ذلك. فأنت بمحض إرادتك وبحريتك كما يقال اخترت الإسلام. هنا نقول مجرد أن اخترت الإسلام خرجت من دائرة الحرية المطلقة التي لا تلتزم بقيود ولا بضوابط ولا بشريعة ولا بحدود. نقول لك والله أنت واحد منهم. في اللحظة الأولى هذا الاختيار الأساسي، أنت عندك الحرية الكاملة في أنك والله تكون مسلم أو لا تكون مسلم مع تحمل التبعات. فالشباب على كل نتيجة التأثر للأسف الشديد بالحضارة الغربية التي هي الآن حضارة متفلتة وذهبت إلى بعد أن جعلت الحرية القيمة الأعلى عندهم. طبعا بالنسبة لنا الحق هو القيمة الأعلى عندنا في القيمة الإسلامية، وليس تأتي الحرية بعد الحق. جميل. فمفهوم الحق هو المعنى الضابط لمنظومة الإنسان كله. فهذا الأمر ينظر إليه، هل هو حق أم باطل؟ إن كان باطلا لا حرية لك فيه بمحض عقد الإسلام، وإن كان حق ستمارسه كاملا. فتمارس الحق على مستوى التصورات، وتمارس الحق على مستوى التصرفات والاختصاصات والسلوك والتكاليف، تمارس أنت حقوق ففي حياتك العامة. حتى قضية الزواج يتحول عندك إلى حق من إيه؟ حق من الحقوق وأنت تمارسه. فنحن ننظر إلى فلسفة الحق أعمق وأكبر من فلسفة إيه؟ الحرية. فالحرية تكون منضبطة بإيه؟ بمفهوم الحق، ومفهوم الحق يتحول إلى هو القيمة الأعلى، وهي سبحان الله لأنه ينبعث من الله، والله تبارك وتعالى هو الحق، ذلك بأن الله
هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعلى كل الشباب الذين يريدون التفلت للأسف الشديد تنقصهم أول فكرة البعد الحقيقي لمفهوم الحرية نفسه، وهو مفهوم الإرادة والاختيار الحر والمشيئة، وأن يتحول الإنسان بمحض إرادته أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ومقتضى العبودية هو التسليم بأوامر الله والالتزام بنواهيه والوقوف عند حدوده، وكذلك الالتزام بواجباته وحقوقه. فهو في ظاهره قيد، لكن هو في كامل نعم الحرية. هو في جوهر الحرية. في جوهر الحرية. نعم هو في جوهر الحرية، لأنه هو الذي اختار ذلك. نعم. في الأصل يعني. نعم هو الذي اختار ذلك أصلا. أي أن كمال الحرية تكون في اختيارك الأصل. هذه على كل ما يعبر عنه ابن القيم كمال الحرية بكمال العبودية. جميل. يعني كلما أنت وصلت إلى كمال العبودية، ولذلك أكثر الناس أحرارا هم الأنبياء بالمعنى الشرعي عندنا، أكثر الناس حرية. لماذا؟ لأن العبودية تقودك إلى أمرين: التحرر من كل ما سوى الله، فأنت تتحرر من ضغوط الأشخاص وتتحرر كذلك من ضغوط الأشياء. يعني أصلا هذا الشخص اللي الآن يتكلم عن حرية ألن يكون أسيرا لشهوته؟ وسيكون أسيرا لشهوته. نعم. فهو يظن أنه حر، ولكن تستعبده امرأة. نعم. يظن أنه حر وتستعبده شهوة السلطة، يظن أنه حر وتستعبده شهوة لقمة العيش. كل ذلك نحن نتصور أننا أحرار، ولكن في حقيقة الأمر ستلاحظ أنك دخلت في نهج. لكن لما نقول والله نحن نريد أن نتحرر من كل ما سوى الله، هنا تتحرر من كل عوامل الترغيب والترهيب التي هي ما دون الله تبارك وتعالى. فلا أحد يستطيع أن يمارس عليك سطوة. هنا تجد نفسك أنك في كمال إيه؟ في كمال العبودية لله، وهي كمال الحرية التي ننشدها نحن في التصور الإسلامي. طيب، على صعيد آخر، هل يحاسب المرء على الصحة التي وهبه الله إياها؟ يعني يستهين مثلا كثير من الشباب في تدخين السجائر أو ما غيرها من الضرر الحاصل على جسد الإنسان، فهل هذا يعتبر من إهدار الصحة التي أنعم الله بها على الإنسان أم لا؟ أحسنت. هو طبعا لا بد أن ننظر إلى أن هذا الكائن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة التي هو فيها، خلقه في أحسن تقويم وبنى عليه تكاليف. يعني هذه التكاليف الشرعية كلها مبنية على إيه؟ مبنية على هذا الجسد. هذا الجسد. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم جعل هذه وسائط العلم، وسيلة السمع ووسيلة البصر ووسيلة العقل والفؤاد. نعم. المداخيل التي تأتي بهذا تتحول بعد ذلك إلى علم في هذا الإنسان، ثم العلم يتحول بعد ذلك إلى سلوك من خلال إيه؟ من خلال إرادة الإنسان، أنه يحول هذا العلم إلى إرادة، إلى تصور، إلى سلوك عملي، فتتحول على كل مبدأ كل علم النظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار كما قال ابن القيم. فهنا على كل نحن نحول هذه العلوم إلى عبر أجسادنا. فمن فرط في بنيته بأي سبب من الأسباب، فرط في بنيته لأي سبب من الأسباب، فإنه يسأل عنها يوم القيامة. لماذا؟ لأنك أنت مثلا كلفك الله بالصلاة على تمامها وكمالها، وكلفك الله بالزكاة على تمامها وكمالها، وكلفك الله بالصيام. أنت ارتكبت من المحظورات والمنهيات ما يعطل واحدة من هذه الأشياء التي تتعطل معها بعض الشعائر، فتكون على كل أنت مسؤول عن هذا الجسد، لأن هذا الجسد في التصور الإسلامي ليس ملكا لك. يعني أنت ملك لله، أنت ملك لله. فبما أنك مملوك لله تبارك وتعالى ليس لك أن تتصرف في جسدك كما تشاء. يعني نحن مستخلفين في أبداننا، مستخلفين في أموالنا، مستخلفين في السلطة التي يؤتينا الله، مستخلف في هذه الأرض. فأنت عندما تكون مستخلف تعمل بالقوانين التي وضعها لك صاحب هذا الاستخلاف وهو الله تبارك وتعالى. فعلى كل هذه المسألة من المسائل أيضا المهمة جدا. بعض الناس يتصور يقول لك أنا حر في نفسي، أفعل ما أشاء. هذا طبعا للأسف الشديد أيضا واحدة من تأثيرات الحضارة الغربية، لدرجة وصلوا أنهم مثلا لو أن الشخص اختار أن يقتل نفسه يقتل نفسه. نحن في الشريعة ممنوع تماما، لا يحق لك ولا يسمح للمجتمع يتعاطف معك في أن تقتل إيه؟ تقتل نفسك، بل بالعكس هو يحميك من نفسك، يحمي نفسك من نفسك. يعني إذا أرادت نفسك أن تجرم في النفس نفسها فإن الشارع يكلف المجتمع في أنه والله نمنعك نحن من الوصول إلى هذه النقطة. فيجب عليه الالتزام. فيجب الإنسان أن يحمي نفسه، يحميها من القتل ولا تقتلوا أنفسكم، ويحميها من الإهلاك
الكلي أو الجزئي، ويحميها من الإتلاف الكلي أو الجزئي، ويحميها مما يضعفها من المؤثرات التي تضعف هذا الإنسان. فهذه كلها على كل من الأشياء التي بعد ذلك تبقى الأمور هذه بعضها قد يصل إلى مرتبة الكبيرة من الكبائر، وبعضها قد يكون من المكروهات، وبعضها قد يكون في الدوائر على كل دون ذلك. طيب، أيضا من قضايا الشباب التي يجب عليهم فيها الالتزام ما يتعارض فيها مع رغبة والديهم. يعني قد يكون للشاب طموح وأهداف ورغبات تتعارض فيها رغبة الوالدين، قد يكون يعني يرغب في السفر أو الابتعاد ويرغب والديه عكس هذا، فهل هذا من الالتزام الواجب أم يعد عقوقا، وما الرأي فيه؟ على كل أول دعنا نؤكد على أن مسألة بر الوالدين هي من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويلمس الإنسان سبحان الله بركة ذلك في حياته. يعني كثير من الناس تنازل عن رغباته الخاصة من أجل والديه ومن أجل أن يرضي والديه، ووجد متعة ذلك في حياته وبركة ذلك في حياته. ومن أعظم أيضا ما يخرج به الإنسان والعياذ بالله عن مرضاة الله هو سخط الوالدين وعقوق الوالدين. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا نحن من أعظم ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو بر الوالدين. لكن أيضا دعني أقول هنا للوالدين أيضا، من باب أن يعني أحيانا بعض الشباب يشعرون بأن والله نحن نغلظ عليهم ولا نوجه آبائهم. أيضا نحن نقول بالنسبة للآباء عليهم أيضا أن يعرفوا ما هي الحدود المسموح لهم فيها بالتدخل. ما هي الحدود المسموح لهم فيها بالتدخل؟ يعني بعض الناس تجده سبحان الله يريد أن يحول هذا الولد إلى لا شيء، حتى لدرجة في الأذواق. حتى بعض الناس يتحكم في الزواج، يقول لك والله تتزوج فلانة ولا تتزوج فلان. هذا على كل بعض النقاط أيضا ننبه فيها الوالدين حتى لا يؤدي الأمر إلى ردات فعل. يعني الوالد والوالدة من خلال الوعي إذا عرف كل واحد منهم ما هي حقوقه وما هي النقاط التي يجب ألا يتدخل فيها، وما هي الأشياء التي والله يحق لهم أن يدخلوا فيها بالرأي والتوجيه ولكن دون إلزام لهذا الشاب، هنا يحصل حالة من التوازن. لكن عندما تتحول المسألة بين أمرين، إما مصلحته الخاصة وإما مصلحة والديه، هنا نقول والله هذه أيضا تعود إلى جملة من العوامل. هل والله ما يسعى إليها ضروري ولا كمالي بالنسبة له؟ وهل ما سيفوت على الوالدين أيضا ضروري أم كمالي بالنسبة لهم؟ يعني مثلا إذا كان والله هو الوحيد ووالديه وصلا مرحلة من الكبر لا يمكن أن يعيشها لوحدهم، فهنا لا يمكن أن نقول له والله أنت اذهب عنهم وسافر وقادر واتركهم لوحدهم. هذه صعبة جدا، من الصعب أنك أنت تترك والديك في وضعية بهذا الشكل. لكن يمكن لهذا الشخص أن يكون له إخوان، يمكن هنالك من الإخوة من يقوم مقام هذا الشاب. فهنا على كل المسألة ستتفاوت في وضعية الأبوين قوة وضعفا، وفي وجود أسرة أيضا متماسكة وأسرة أيضا ممتدة وفيها من يقوم بالرعاية والعناية. ويمكن للإنسان أن يجمع ما بين سفره وما بين رعاية والديه بجملة من الإجراءات، سواء عمل لهم خادمين أو راعى على كل بعض أقربائه أسكنهم معه، يعني قام ببعض الإجراءات التي لا تجعل الوالدين في حالة إهمال تام وتلف، بحيث والله إذا سافر هذا الولد يكون في حالة في حالة الصعوبة. ولكن في نفس الوقت نحن نقول على هذا الشاب أن يسدد ويقارب، بحيث والله اعطي والديك أكبر قدر مما يحتاجونه من الرعاية والاهتمام، واجعل دائما أمورك الخاصة تأتي بعدهم. يعني اجعل أمورك الخاصة تأتي بعد احتياجات والديك وضرورات والديك. طيب، في دقيقة شيخنا قبل الختام، كلمة توجهها إلى هذه الفئة العمرية. كلمة توجهها إلى هذه الفئة العمرية. الشباب على كل الشباب أنا أقول أول هم طبعا روح المجتمعات، يمثلون حيويتها وفاعليتها ونشاطها وقوتها، ويمثلون كذلك مستقبلها في نهاية المطاف. إذا أحسننا حقيقة التربية بشكل صحيح وأحسننا البناء بشكل صحيح، فإن مستقبل الأمة دائما أنظر إليه في شبابها. إذا رأيت شبابا متدين، شبابا ملتزما، شبابا حافظا للحقوق، مراعيا للحدود، شبابا مثلا مليء بالأمل وفي نفس الوقت ساعيا للعمل وحريص على التعليم بكل أنواعه، حريص على الجوانب الشرعية وحريص على العلوم العصرية التي تستطيع أيضا أن تساهم في هذا الجانب. فأنا أقول إن شاء الله نخاطب الشباب بأن يكونوا حريصين على
ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وما ينفع أسرهم، وما ينفع مجتمعاتهم، وألا يضيعوا أوقاتهم فيما لا جدوى منه، فإنه إذا فات عمر الشباب فات الشيء الكثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا ويعصم شبابنا. شاكرين لكم شيخنا الفاضل هذا التقديم الرائع. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، شاكرين لكم أيضا أنتم هذا الاستماع وهذه المشاهدة، وإلى حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. oh, oh, oh.